السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم وصفة جديدة اللي هي زيتون كاسي. إذا حابين تعرفوا سر الزيتون الكاسي اللي يجي بنين مقرمش ومشهي بطريقة تخليكم تاكلوا الصحن كامل وحدكم، ما تروحوش بعيد. اليوم نوري لكم الطريقة خطوة بخطوة. هنا راح نبداو بالمكونات. راح نحتاجوا الزيتون الأخضر والزيتون الأساسي، نحتاجوا الزرندية والجزر مقطع إلى مربعات صغار، عندنا البسباس مقطع إلى شرائح صغيرة. هنا راح نحتاجوا التوابل، راح نحتاجوا الكزبر مرحي والبسباس المرحي مغرف صغار، عندنا الخل وعندنا نصف حبة تاع ليمون، نحتاجوا الكورنيشون، ونحتاجوا الشرمول هذاك اللي يجي رقيق. اول خطوه راح نبداو بها هي انه رايحين البسباس تاعنا والزرنديه راح نديرهم في صحن مع بعضهم ونضيفوا عليهم الماء المغلي. هذه اهم خطوه اللي تخليه يجيك مقرمش في نفس الوقت طري، ينتكل مش هذاك اليابس اللي ما يتمضغش. راح نضيفوا عليه نضيف عليهم هذاك الفنجان تاع الخل تاعنا، ونضيفوا عليهم نصف ليمونه. على هذو يحافظوا على اللون تاعهم باش ما يكحلوش وما يتبدلش اللون تاعهم ويبقاو كيما هكذا كيما راكم تشوفوا فيهم. لانه كما تعرفوا لو كان تخلوا البسباس هكذاك بلا خل بلا الليمون راح يكحل اللون تاعو، مش راح نقدروا نحتفظوا به بمده طويله. هنا كنت ضفت الملح ملعقه كبيره. زيتون كاسي هذه اهم خطوه فيه، اللي حابين يحتفظوا به اطول مده هذه الطريقه المثاليه اللي تخليه ينجح لكم. هنا كنت ضفت الماء المغلي، لازم تخلوه يطبخ مليح مليح حتى تشوفوه شكل هذاك الفقاعات، ونخلو نخلو الزرنديه والبسباس تاعنا يباتوا ليله كامله، ومن بعدها نقطروهم في الكسكاس. لازم يقطروا مليح مليح. نجيبوا هذاك الشرمول تاعنا ثاني نديروه يقطر في الكسكاس حتى وراه هو ناشف، بصح نزيدو نقطروه معاهم. الكورنيشو ثاني كيف كيف. الزيتون الاسود هذا نفرقوه ثاني معاهم، ونخلوهم ينشفوا مده ساعه ساعتين حتى نشوفوهم نشفوا خلاص من الماء. هنا كنت انا ما عنديش البانينوز، حكمت هذه الشرفيطه، هذه تدبيره نوريها لكم، ونشوي بها الزيتون تاعي. واللي عندهم البانينوز يديروا البانينوز، تجي اسهل الخدمه واحسن. المهم تكون فيه بنة الشواء هكذا، كي تستعملوا الشرفيطه هذه راح تجيكم فيها بنة الشواء كما اللي تتباع برا كما هكذا. لازم تستعملوا اكثر من شرفيطه، تسخنوها وتعاودوا تحطوها على الحبات. شوفوا هنا انا كنت ديجا خدمت الكميه، اغلب الكميه اللي عندي خدمتها. نزلوا هذو الحبات برك راح نوريكم كيفاش درتهم. هنا ديجاني فرغتو الزيتون هذا وناشف، بصح نزيدو نحطوه معاهم يقطروا مع بعضهم. هنا هذا الزيتون عندي صنع منزلي، زيتون تقدروا تشروه ثاني ويتباع. يجي هذاك الحامض. وهنا كان عندي ديجا الفلفل القناوه، كنت نقعته في المطابخ ونشفته وعاود حطيته هنا مع باقي المكونات باش ينشفوا لي مليح كما راكم تشوفوا. هنا جبت البورطمونجي تاعي اللي راح ندس فيها المكونات تاعي. هنا كنت ديجا جبت الثوم قطعته الى شرائح، 2 حبات تاع ثوم، وضفت هذاك الكزبر والبسباس المرحيين، وعندي هذه الهريسه صنع منزلي. اهم حاجه انه تكون صنع منزلي، ما ديروش اللي تتباع خاطر تفسد لكم الزيتون تاعكم. اللي جايه في الدار مخدومه في الدار هتجي ناشفه وتجي بنينه واكثر صحيه. هنا كنت ضفت هذه المكونات. هنا راح نضيف لهم الزيت نباتي، واللي حابين عندهم زيت زيتون بكميه كبيره يقدروا يستعملوا زيت زيتون برك، ما يستعملوش الزيتون النباتي. هنا كما راكم تشوفوا اني نفرق في الزيت. على حسب الكميه تاعكم ضيفوا الزيت، لازم يكون الزيتون تاعكم والمكونات البسباس كامل يلامسهم هذاك الزيت. انا هنا كنت ضفت زيت زيتون. ضيفوا الكميه اللي تشوفوها تغطيكم مكونات. واللي حابين بالكيل هنا درت تقريبا كاس كبير تاع زيت نباتي ونصف كاس تاع زيت زيتون. هنا كنت زدت العكري الاحمر، تحبوا تضيفوه تحبوا ما تضيفوهش. انا نحبه يكون احمر، اللي يحبوه يكون اخضر ولا ما فيش اللون ما يديروش الهريسه وما يديروش العكري الاحمر هذا. هنا نخلطوا المكونات تاعنا مليح مليح حتى يمتزجوا، تشوفوا الزيت تاعكم تغير اللون تاعو. علاه ما ضفتوش انا العكري مع الخضار هذه؟ لانه مش راح يطلق لنا اللون اللي رانا حابينه. كي ديروه مع زيت راح يطلق لكم اكثر اللون. هنا كما راكم تشوفوا فرغت كامل الخضره اللي كانت عندي، يعني حنستعملها في الزيتون كاسي ونخلطهم
بشويه ونخليها هنا. المده تاع النضج تاعو ماكش راح تستغرقكم وقت طويل، ليله واحده وتقعدوا تبداو تاكلوه. راح تلقاو ديجا الخضر هذيك امتصت هذيك النكهات وترجع بنينه. هنا كيما راكم تشوفوا ديجا بديت نوزن. اللي حابين يديروا مشاريع شوفوا كيفاش الباطه هذه كيفاش عمرتها، جاتني 600 غرام. وشوفوا الكميه الله يبارك، جاتني كميه ما شاء الله. وانتم ديروا على حساب الكميه اللي راكم محتاجينها ولا رايحين تستهلكوها. يعني اللي يحبوا يخدموا كيما انا هكذا كميه كبيره، واللي حابين كميه قليله ويخدموا كميه قليله. المهم هذا هو السر اللي كنت حابه نوريه لكم. والطريقه تاع الحفظ تاعو تحطوه في الفريجيدار، مش في الكونجيلاتور، الفريجيدار لتحت، ويجي مقرمش وما يفسدش ويشد لكم مده طويله. وتشهيتكم في الجنه وان شاء الله تجربوا الوصفه تاعي وتعجبكم. خلوا لي رايكم في التعليقات، واذا حابين تشوفوا فيديوهات اخرين اشتركوا على قناتي وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. نلتقي في وصفه اخرى.